باللقاءات يقف بجانب الكابتن حسين عبد الهاني قائد الفريق النصراوي. نرحب فيك حسين، نقول لكم هارد لك، بكل تاكيد نتيجه ما كنتوا تتمنونها، خساره امام الاتفاق باثنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. يعني نبارك لاخواننا في نادي الاتفاق ونقول لهم الف مبروك يستاهلون. انت عارف يعني يمكن المباراه يعني يمكن اول هدف تحديدا يعني يمكن لخبط شويه وضع المباراه تكتيك المدرب، بالذات انه جاء هدف يعني يمكن انا بقول انه يعني اشبه بالبدايه يعني كلنا نتحمله كلاعبين. يعني الحمد لله على كل حال. يعني انت عارف لما تتاخر يعني الضغط النفسي اللي احنا فيه في الفتره الاخيره، النتائج الغير جيده الفتره الاخيره اكيد بتحطنا تحت ضغط نفسي، واي تاخر في اي مباراه اكيد طبعا بياثر على الفريق نفسيا يعني قبل كل شيء. حسين اسالك ايضا، انت وعدت الجماهير النصراويين بالبطوله هذا الموسم، هل ما زلت عند وعدك؟ والله شوف انا تكلمت بس ممكن اتفسر الموضوع غلط. انا قلت ان النصر يصير في وضع كويس، وضع النصر مطمئن، ما قلت ان انا نحقق بطوله. يمكن الناس فسروها، وانا يمكن هذا الحين يمكن تقريبا رابع مره انا اوضح الامور هذا. انا قلت ان وضع النصر الحمد لله، وانا ما زلت يعني عند رايي يعني انه وضع النصر ان شاء الله مطمئن، بغض النظر عن الخساره. انت عارف ما في شيء بيتعدل في يوم وليله. انا شايف العمل الاداري الكبير اللي بتقوم بالاداره، اعضاء الشرف التفافهم، احنا كلنا حاسين بهذا الشيء، لكن انت عارف ما في شيء يتغير في يوم وليله. يعني يحتاج له وقت، بالذات انه الفريق داخل حاله نفسيه يحتاج له فتره طويله على اساس انه يطلع منها. ان شاء الله باذن الله تعالى يعني ما نحاول نحن نطلع منها في الفتره الجايه هذه ونحقق نتائج مرضيه. اما ان انا اوعد ببطوله وشيء، انا ما اقدر اوعد ببطوله وشيء الا كنت ساحر، وانا ماني ساحر يعني. انا اللي قلت انه وضع النصر مطمئن، وانا عند كلمتي هذه قلت واقسمت بالله ان وضع النصر مطمئن، لان انا شايف الالتفاف الشرفيه حول النادي، الدعم من اعضاء الشرف، الاداره، فهذا الشيء اللي انا بقوله، وهذا الشيء اللي انا اكد عليه، وهذا الشيء اللي انا اطمن جماهير النصر على الرغم من خسارتنا وعلى الرغم من الفريق ما بيقدم مستوى في الفتره الاخيره الشيء المرضي، لكن انا بقول لهم ان وضع النصر ان شاء الله مطمئن. يحتاج الوقت طبعا، يحتاج يعني يمكن الفتره، انا بقول ان شاء الله وما حتطول عوده النصر ان شاء الله باذن الله، حتكون قريبه باذن الله تعالى. اخيرا جمهوركم شو تقول لهم من كلمه؟ والله ما في شيء يعني، ما انا اخجل ان انا اكلم جمهور النصر بصراحه ولا اقول لهم شيء بصراحه. يعني انت يمكن اكثر سؤال محرج الان لي يمكن هذا السؤال اللي سالتني، وايش نقول لجمهور النصر؟ بصراحه شيء مخجل انك انت تكلم جماهير بتحضر وبتساندنا في كل مكان. اليوم شفنا حضورهم مكثف على الرغم من نتائجنا ما كانت جيده، لكن نقول لهم الف شكر ان شاء الله. ونتمنى طبعا ان احنا نرضيهم ونهدي لهم بطوله، بالفعل يستاهلوا. نتمنى بس ان الحظ، صدقني انا بقول لك شيء يعني، احنا نتمنى نحقق بطوله للجماهير هذه، والله مو لنا، انه للجماهير هذه، لانه وقفتهم معنا في كل مكان، نتمنى ان احنا نحقق لهم شيء. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه، شكرا حبيب الله. كان هذا حديث الكابتن حسين